السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تيتو للتكييف. معنا النهاردة جهاز تكييف جديد دخل السوق المصري، وهو تكييف فريش المتنقل اللي شغال بالفريون. لكن هل فعلا الجهاز يستحق ان انا اشتريه؟ هل هو عملي ولا مجرد فكرة مش هتنفع؟ تابعونا للنهاية وشوفوا التجربة بنفسكم. بداية، التكييف ده بيشتغل بالفريون، وبيشتغل بفريون 410، يعني تبريد فعلي مش مجرد مروحة، ولا هو جهاز تكييف صحراوي. الجهاز بدون وحدة خارجية، كل المكونات موجودة داخل الجهاز نفسه. الجهاز متنقل، نقدر نحركه من أوضة للتانية بسهولة. في شاشة ديجيتال وتحكم عن بعد، بس بيحتاج فتحة صغيرة علشان يخرج منها خرطوم الهواء السخن أو الإكزهوست بتاع الجهاز. الجهاز عمل ضجة كبيرة في السوق من أول ما نزل، ونازل بقدرة 1.4 حصان، بارد فقط مش بارد ساخن. الجهاز بيشتغل بارد فقط، وبيشتغل معانا من مساحة 9 متر لحد مساحة 12 متر مربع حسب الحمل الحراري بتاع المكان. الجهاز بيشتغل زي ما قلت لحضراتكم بفريون 410 صديق للبيئة، وبيبقى مناسب جدا معانا للمساحات الصغيرة زي المكاتب مثلا، أو الغرف الصغيرة زي غرف الأطفال. كمان الجهاز موجود فيه شاشة ديجيتال لدرجة الحرارة، سهلة جدا في التعامل معها، وبتعتبر كمان شاشة أعطال. درجات الحرارة في الجهاز بتبدأ معانا من 17 درجة لحد 30 درجة مئوية. الجهاز وزنه خفيف وحجمه صغير، ومش محتاج فني علشان يركبه زي الأجهزة العادية. ومن ضمن مميزاته إن فيه خاصية إعادة التشغيل الأوتوماتيك، زائد كمان إن مروحته سرعتين، وفي تايمر بيعد معايا من ساعة لحد 24 ساعة علشان التشغيل التلقائي. ده غير إنه مزود كمان بموجهات لتوجيه الهواء في الأربع اتجاهات 4D. ضمان الجهاز 2 سنين، طبعا الضمان من شركة فريش. نقدر نقول دي المميزات البسيطة بتاعة الجهاز. هنتكلم شوية عن العيوب بتاعته. أولا، قدرته قليلة جدا، والمساحة اللي هيغطيها الجهاز قليلة. ولو المساحة أكبر من 9 متر مع وجود حمل حراري، النتيجة مش هتكون كويسة. يعني كل الحكاية إن أنا أركب الجهاز في المكان المناسب، أو المكان اللي على قد قدرته، علشان أقدر أستفيد استفادة كاملة من الجهاز. ده غير إن سعر الجهاز في السوق عند التجار بيوصل ل16,000 جنيه مصري، وسعره الرسمي على موقع فريش 14,999 جنيه. الجهاز محتاج فتحة في الحيطة علشان السخونية بتاعة المكثف، يعني لازم أعمل فتحة في المكان اللي هيركب فيه الجهاز علشان سخونية المكثف تخرج منها. وبالمنظر ده مش هيبقى سهل عليا إن أنا أنقله من مكان للتاني، لأن الموضوع ده طبعا هيسبب لي أزمة. يعني في المجمل الجهاز سهل النقل، مفيش تركيب، مناسب للشقق المتأجرة أو المكاتب أو الأوض الصغيرة. لكن هو صوته أعلى شوية من التكييف العادي، وتبريده أبطأ شوية من السبليت. ده غير إن لازم تعمل له فتحة في الحيطة، وأنا بصراحة مش شايف إن دي ميزة، لأن كده كده هنكسر في الحيطة. يبقى أنا أكمل على سعره وأشتري جهاز سبليت من العادي، هيبقى أفضل لي، وهيبقى التبريد بتاعه أقوى، وهيبقى ممتاز عنه، هيدي كفاءة كبيرة عنه كمان. واللي مفيش عنده إمكانية إن هو يشتري جهاز من العادي، ومضطر إن هو يشتري الجهاز ده، يبقى لازم أركب الجهاز في المساحة المظبوطة بتاعته علشان ما واجهش مشاكل بعد كده في التبريد أو في أي شيء آخر. الجهاز لسه جديد في السوق، لسه ما ظهرش له أعطال ولا ظهر له أي حاجة خالص. فأنا بنصح اللي ناوي إن هو يشتري الجهاز يستنى شوية لغاية لما نعرف الجهاز ده وضعه إيه بالظبط،
ولما يدخل عليه درجات الحرارة عالية بتاعة الصيف هيعمل ايه وهيشتغل ازاي حتى لو محطوط في المكان المناسب لقدرته. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا معانا ببعض المعلومات اللي قلناها عن الجهاز ده، ويا ريت ما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايك. اشوف حضراتكم في فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.